اغلى واحلى صباح على احلى واغلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد في يلا مع علاء. لو انت اول مره تشوفني والفيديو عجبك، يا ريت تنسانيش باغلى واجمل واحلى لايك وشير وتتابعني واشترك دلوقتي معايا. لو انت او انت من المتابعين، اشكركم على الثقه الغاليه ديت. النهارده التلات، وزي ما احنا عارفين كل يوم حد تلات يبقى في حلقه جديده من حلقات تحدي، هدف من اهدافها ان احنا نتحدى نفسنا واللي حوالينا ونثبت لاي حد كان مراهن على فشلنا اننا نقدر نحقق المستحيل. الحقيقه يا شباب، موضوع النهارده او فكره النهارده بالرغم انها حاجه مهمه جدا وبسيطه جدا المفروض على اي حد مننا انه يعملها، ولكن بالرغم من كده كتير قوي يعني معظمنا بيتغافل عنها او بيتجاهلها. وعنوان حلقة النهاردة بيقول مكافأة نهاية المهمة. طبعا انتوا استوحيتوا من العنوان الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهاردة، وهو المكافأة. ان احنا لازم نكافئ نفسنا من كل فترة للتانية، ومش شرط كل فترة والتانية، لا، في اي وقت انت حسيت انك عملت انجاز او قدرت تعمل حاجة مش بتعملها في يومك العادي. خلصت مثلا مذاكرتك، عملت شغلك على احسن شكل، عملت انجاز رياضي، اي حاجة تحس انك سبيشال، تحس انك عملت فعلا انجاز مش بتعمله كل يوم. ضرورة المكافأة ايه، او انك تكافئ نفسك ايه؟ زي بالظبط الحوافز مثلا الموظف بياخدها في الشغل، ان كل ما يشتغل اكتر او كل ما ينجز في شغله اكتر كل ما ياخد حوافز اعلى. فانت بتثبت لنفسك مثلا انك عملت حاجة، فانت بتكافئ نفسك بحاجة جميلة عشان تقول لنفسك انا قدرت اعمل، انا اقدر اعمل، وكل ما هقدر ازود من التحدي دوت انا هكافئ نفسي بصورة اعلى. وواحدة واحدة انت هتكتر من التحدي دوت، او هتكتر من الحافز دوت او المكافأة اللي انت هتاخدها ديت لنفسك. فمهم قوي قوي ان احنا نعرف امتى نكافئ نفسنا، نعرف امتى نتحدى نفسنا او نتحدى اي حاجة حوالينا ونقدر نكسبها، وبعد ما نكسبها نكافئ نفسنا، ندي نفسنا حافز او ندعم نفسنا بنفسنا. وان شاء الله ممكن على فكرة حاجة بسيطة، يعني مش حاجات كبيرة قوي، يعني مثلا غدواية، مثلا عشوائيه، تخرج مع صحابك، تعمل حاجه انت ما كنتش بتعملها عشان انت مثلا ماشي على رجيم، فتاكل اكل بره الرجيم تكسره مفيش مشاكل، بس مهم تحس انك كافئت نفسك. ذاكرت مثلا النهارده وخلصت شابتر، خلصت جزء كبير من المذاكره اللي وراك، كافئ نفسك واخرج. خلصت شغلك، حسيت انك انجزت فيه، برضو اعمل اي حاجة مش عادية مش بتعملها في يومك العادي عشان تحس انك بتكافئ نفسك. يعني انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس هو ده احسن مصطلح، هو ده اللي انا بعمله مع نفسي. انا مثلا لما بخلص تحدي رياضي، مش شرط رياضي، اي حاجة بحس ان انا مثلا عملت فيها انجاز او خارجه عن يومي المألوف وعملتها، بكافئ نفسي كل فتره والتانيه، كل ما احس ان انا انجزت فيها. فدي يا شباب حاجه مهمه جدا، وللاسف احنا او بعض مننا يعني بيتغافل عنها. فيا ريت انتم يعني لازم الحاجه زي كده تكون في دماغكم، حاجه زي كده دايما تعملوها. ما تقولوش يعني مش مشكله اوفر احسن الفلوس، او اوفر مثلا تمن اكله ولا مش عارف، لا، كافئ نفسك دايما، حاسس نفسك، قول لنفسك ان انا لو قدرت هعمل النهارده حاجه زي كده، لا، هكافئ نفسي بمكافاه معينه، هاكل، هشرب، هخرج، الكلام ده كله. صدقوني لما احنا بنعمل كده بنحس من جوانا ان احنا قادرين، ان احنا مش مستنيين كلمة حلوة من حد، او حد يقول لنا او يدينا الاذن اننا نعمل حاجة او يكافئنا او يجيب لنا حاجة. لا، احنا قادرين نتحدى نفسنا واللي حوالينا، وكمان نكافئ نفسنا بنفسنا. ده كان موضوع حلقة النهاردة يا شباب. اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، اتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد او احمس اي حد بيتفرج على حلقة النهاردة. بس قبل ما انهي الحلقة كان في تحدي
يوم الحد اللي فات يا ترى عملتوه ولا لا؟ اتمنى انكم تعملوه، ومستني رايكم وافكاركم واقتراحاتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في حلقه جديده من حلقات تحدي. بس قبل ما انهي الحلقه احب اقول لكم انتم مش لوحدكم، انا هكون معاكم، مش انا وبس، انا وكل المتابعين هنكون معاكم كل يوم، هنتكلم في حاجات كتير ونعمل حاجات اكتر من شأنها تدينا الطاقه الايجابيه وتقول لنا هي انتم مش لوحدكم، كلنا معاكم وربنا معانا، بس المهم انتم تكونوا عايزين تساعدوا نفسكم عشان احنا نقدر نساعدكم. هسيب لكم لينكاتي في الفيديو عشان اي حد يحب يتواصل معايا. يهمني جدا اعرف رايكم وافكاركم وملاحظاتكم حتى انتقادكم في حلقه النهارده. وزي ما بقول في كل حلقه في ناس كتير وجهات اكتر مراهنه على فشلنا، يا ريت ما تدوش فرصه لاي حد انه يراهن على فشلنا ويكسب الرهان، لان مقامنا غالي وعالي جدا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تبخلوش عليا باغلى واحلى واجمل واعظم لايك وشير، وتتابعني وتشترك الوقت معايا في الحلم عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بكره فيديو جديد وحلقه جديده ويلا جديده في يلا مع علاء. stay positive you السلام عليكم.